من استديوهات الفضاء الإثرية بالعاصمة أسمرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين الرئيسية. استقبال حافل لمنتخب الدراجات الهوائية العائد للبلاد. قائد مركز التدريب الوطني لقوات الدفاع يعقد سيمينار لأعضاء الدفعة 31 بسوا. ورشة عمل لإدارة مواد التدريب. قتلى من عمال الإغاثة في كونغو الديمقراطية. دوران بركان بإندونيسيا. والجيش النيوزيلندي ينشر قواته قبيل وصول إعصار الجيتا. أهلا بكم للتفاصيل. عاد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية إلى البلاد فجر اليوم الثلاثاء عقب المشاركة في البطولة الأفريقية للدراجات لعام 2018 التي أقيمت في رواندا، وبعد تحقيقه انتصارات باهرة في كافة الفئات. وكان في استقبال المنتخب لدى وصوله مطار أسمر الدول المفوض الرياضة والثقافة السفير زمن تخلي ومسؤولو المفوضية والاتحاد الوطني للدراجات الهوائية الذين قدموا أكاليل الزهور لأعضاء البعثة. وأهنأ السفير زمن تخلي جميع المتسابقين ومدربيهم بالانتصارات التي حققوها، مؤكدا بأن هذه الانتصارات تعكس التدريب الجاد وتبرز تقدم رياضة الدراجات الإريترية في البلاد. وأحرز منتخب إريتريا للدراجات الهوائية بالإجمال 20 ميدالية ملونة، من ضمنها 10 ميداليات ذهبية و5 فضيات و5 برونزية في بطولة أفريقيا للدراجات الهوائية التي نظمت في كيغالي الرواندية في الفترة من 14 وحتى 18 من فبراير الحالي. عقد قائد مركز التدريب الوطني لقوات الدفاع العميد تخلي لبسو سيمينار لأعضاء الدفعة 31 للخدمة الوطنية في 18 من فبراير الحالي، تركز حول سياسة الخدمة الوطنية ومساهماتها في تعزيز الهوية والتنمية الوطنية. وذكر العميد تخلي لبسو بأن برنامج الخدمة الوطنية يلعب دورا كبيرا في تطور المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وخاصة في التطور الذهني ورفع مستوى وعي الشباب وتقوية الهوية الوطنية وتأكيد الأمن والسلامة الوطنية. وانطلاقا من هذا الاعتقاد وضعته الحكومة الإريترية منذ بداية الاستقلال ضمن أولى أولوياتها وأهدافها الكبيرة عبر إصدار مرسوم. وقدم سيادته توضيحا مفصلا حول النضال الذي خاضه الشعب الإريتري ضد مختلف القضاة وأمراء الحرب، وقال أن تاريخ الشعب الإريتري هو تاريخ بطولات التصدي والمواجهات، موضحا في الوقت ذاته بأنه ينبغي حفظ وتوثيق ونقل هذا الإرث التاريخي المشرف إلى الأجيال المتعاقبة. وأوضح بأن قوات الدفاع المسلحة تتحلى بالانضباط والتفاني وتتميز بوعي عالي وإرادة شعبية قوية، وتعمل من أجل مصلحة الشعب الموكد والمحب للعمل، بالإضافة إلى أن بناء جيل بعيد كل البعد عن السلوكيات ما دون الوطنية يعتبر من أهم أهداف الخدمة الوطنية، وكل الإنجازات التي تحققت في كافة أرجاء البلاد حتى الآن مثال حي لذلك. وقدم المشاركون مقترحات بناءة من ضمنها ضمان استمرارية مثل هذه السيمينارات لدورها الهام في مضاعفة معرفتهم ووعيهم والدفع بعملية التوظيف بعد التخرج حسب مجالاتهم وغيرها من المقترحات والآراء البناءة. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة ورشة عمل يوم 19 من فبراير بأسمر بالتعاون مع منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو بشأن توثيق الإرث الثقافي غير المادي. وأوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن تخلي في افتتاح الورشة على أهمية الوثيقة التي وقعت عليها إريتريا عام 2010 حول الموروث الثقافي غير المادي، وقال أن إريتريا من الدول الغنية بالموروث الثقافي غير المادي، وتعمل الحكومة الإريترية للحفاظ عليه عبر مختلف البرامج، وأن المشروع المقدم لمنظمة اليونسكو يأتي في هذا الإطار.
من جانبها قالت المسؤولة الإقليمية لليونسكو خبيرة الإرث الثقافي غير المادي السيدة كارولين مونتيلي أن إريتريا من أوائل الدول الأفريقية التي قبلت بالتوقيع على وثيقة حماية الموروث الثقافي غير المادي في عام 2003، مضيفة أن الموروث الثقافي غير المادي للقوميات الإريترية 9 سيوضع في سجل الإرث الثقافي غير المادي في برنامجين لحمايته عاجلا. وتستمر ورشة العمل حتى 28 من فبراير بأوراق عمل يقدمها الخبراء حول الأمثال التراثية والقصص والحكاوي والموسيقى والرقصات ومراسم الأفراح والأتراح والولادة والطب الشعبي والشعر والأعمال الفنية والسجع وغيرها. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة ورشة عمل يوم 19 من فبراير في فندق ميديان بأسمرة لضمان الاستخدام الجيد لأجهزة التبريد والمواد المستخدمة فيها. وقدم خبير حماية البيئة في منظمة التطور الصناعي التابعة للأمم المتحدة السيد مارفين لوغان وخبراء آخرون شرحا في الورشة التي حضرها ممثلون عن المؤسسات الحكومية والخاصة حول الأجهزة التي تنبعث منها مواد مؤثرة على طبقة الأوزون. وأكد المدير العام لقسم البيئة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد موغوس ولد يوهانس في الكلمة التي ألقاها على أهمية الغازات المستخدمة للتبريد، لكنه يتطلب توخي الحذر في استخدامها لجوانبها السلبية في التأثير على طبقة الأوزون والاحتباس الحراري. وقال مسؤول البحوث والدراسات في الوزارة السيد كوبرام أسمران ووكالة الأنباء أن حماية طبقة الأوزون قضية عالمية آنيا، مشيرا إلى أن الغازات المستخدمة في أجهزة التبريد تتغير من فترة لأخرى، مشددا على ضرورة تنظيم برامج حوارية لخلق فهم مشترك. وقدم المهندس روبيل كوبرام من الوزارة توضيحا حول أهمية طبقة الأوزون على الحياة والأنشطة البشرية المضرة بطبقة الأوزون. وبدأت وزارة الأراضي والمياه والبيئة دورة تدريبية من 20 وحتى 23 من فبراير للمستوردين والمراقبين والمستخدمين لأجهزة التبريد حول الإدارة الجيدة لأجهزة التبريد والمواد المستخدمة فيها. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. ذكرت الأمم المتحدة أن 2 من عمال الإقاثة الكونغوليين قتلا وخطف ثالث بأيدي مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في منطقة كيفو المضطربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورجال 3 موظفون لدى منظمة هيفرو الكونغولية غير الحكومية المتخصصة في مشاريع تنقية المياه، وقد تعرضوا لهجوم بالقرب من قرية موشيكيري. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الأوضاع الأمنية المقلقة للقرية في منطقة كيفو وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام العاملين في المجال الإنساني. ويشهد شرق البلاد تحديدا أعمال العنف ويعاني منذ 20 عاما من نزاع مسلح بين مجموعات محلية وأجنبية ينصب معظمهم في اصطراع من أجل السيطرة على الموارد، إضافة إلى نزاعات عرقية وعلى الممتلكات. نشر الجيش النيوزيلندي قواته في بعض المناطق قبيل وصول إعصار جيتا المتوقع أن يضرب البلاد في وقت لاحق. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن الخطوط الجوية الوطنية النيوزيلندية ألقت جميع الرحلات من وإلى العاصمة ويلينغتون، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مدينة كريستيشن بالجزيرة الجنوبية، حيث تم إغلاق العشرات من المدارس والطرق. وأضاف التلفزيون أن إعصار جيتا ضرب عدد من الدول الواقعة في المحيط الهادي، حيث خلف خسائر مادية فادحة في تلك المنطقة. عثر عالما أثر على طريق صدفة على ثلاجة تحت الأرض عمرها أكثر من 2000 عام في إحدى الجزر الاسكتلندية. ووفقا لما نشرته صحيفة اسكتلندية، تعود الغرفة للعصر الحجري ويبلغ طولها 6 أمتار. ويعتقد خبراء الآثار أن الغرفة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم. وأوضح عالما الآثار المحليين أن هذا النوع من الغرف كان شائعا في ذلك العصر، إلا أنه من النادر العثور على إحداها بهذا الشكل الكامل. وتم بناء الغرفة على عمق متر تحت سطح الأرض، وكانت من تستعين ببرودة التربة الطينية لحفظ الطعام لفترات طويلة.
المحطة الرياضية ستكون آخر ما في هذه النشرة لكن بعد قليل. إلى هنا أيها السادة والسيدات نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في أمان الله وحفظه.